في سؤال مهم جدا: ليه الإنسان ممكن يصدق أفكار أو معتقدات مفيش عليها أي دليل علمي واضح؟ والأغرب من كده إن الموضوع مش جهل بس، ولا هو قلة تعليم. ده مرتبط بطريقة شغل المخ نفسه، وكمان المجتمع اللي حوالينا. خلينا نفهم ده واحدة واحدة. المخ البشري مش بيحب يعيش في حالة اسمها عدم اليقين. يعني ببساطة لو حصل موقف مش مفهوم، المخ مش بيقف يقول مش عارف ايه اللي حصل، لا هو بيبدأ يركب تفسير فورا. زي مثلا لو سمعت صوت في البيت بالليل، بدل ما تقول ده ممكن يكون هوا، أول حاجة هتيجي في دماغك أكيد حاجة وقعت أو في حد في البيت. حتى لو التفسير ده مش دقيق، المخ بيفضل إنه يديك إجابة بدل الفراغ. والسؤال هنا: المعتقدات دي بتتكون إزاي؟ المعتقدات مش بتتكون من تجربة واحدة بس، في عوامل بتثبتها جوه دماغنا مع الوقت. يعني أول حاجة التكرار، كل ما الفكرة اتكررت كل ما تثبت أكتر. زي مثلا لو سمعت من أهلك إن القهوة بتظبط المزاج وبتفوق، هتكبر مقتنع بده تلقائي حتى قبل ما تسأل هل ده علميا دقيق ولا ليه مرجعية أصلا أو أصل أو لأ. تاني حاجة بتأثر وبتثبت المعلومة جوه دماغنا: مصدر المعلومة. لو اللي بيقولك حاجة شخص انت بتثق فيه زي أهلك أو صاحب قريب منك، المخ بيعتبر الكلام ده حقيقة بسهولة. والإنسان بطبيعته كائن اجتماعي جدا، يعني بيحب يكون جزء من مجموعة، مش بيحب يختلف. فممكن جدا تكون شايف فكرة انت مش مقتنع بيها، بس لأن كل اللي حواليك مصدقينها، مع الوقت بتبدأ تتقبلها أو حتى كمان تقتنع بيها. يعني لو كل أصحابك مثلا قالوا على منتج معين ان هو جامد جدا وانت حتى ما جربتوش، هتلاقي نفسك بدأت تميل انك تصدقه، مش لأنك اتأكدت لكن لأن المجموعة كلها شايفة كده. لكن بالنسبة للفرق بين العلم والمعتقد، فالعلم بيشتغل بطريقة مختلفة تماما. العلم بيقول مش هصدق غير لما أشوف دليل وتجربة وتكرار. العلم بيعتمد على التجربة والتكرار وقابلية الاختبار. لكن المعتقدات غير العلمية غالبا بتكون ماشية في مبدأ أنا حاسس أو جربت مرة أو سمعت الناس بتقول. زي مثلا لو حد قالك إنه البرد أو الشتاء بيخليه يحس بالكآبة، ده مجرد إحساس شخصي. لكن العلم بيقول إن مش كل الناس بتتأثر بنفس الطريقة، ومش كل حالة ليها نفس السبب. الفرق هنا مش في الفكرة، الفرق في طريقة إثباتها. طيب، هل صعب نغير المعتقدات دي؟ هو الحقيقة حتى لو ظهر دليل قوي ضد فكرة معينة، مش بيكون سهل أبدا إن الإنسان يغير رأيه فورا. وده ليه بقى؟ لأن المعتقدات أحيانا بتكون مرتبطة بالهوية، يعني مش مجرد معلومة، دي جزء من تفكير الشخص في نفسه والعالم. زي لو حد مقتنع ان الاكل بالليل بيزود الوزن بشكل مباشر، هو في جزء من المعلومة ممكن يكون صح، بس في جزء تاني هما بياخدوا الموضوع كأنه امر مسلم بيه، لكن هو ليه ابعاد تانية. الموضوع بيعتمد بشكل اساسي على السعرات مش التوقيت، وممكن حتى لو احنا اعتمدنا التوقيت بس قللنا الكميات ما تبقاش الزيادة بالقدر اللي هما بيتكلموا عليه. لكن الفكرة كلها ان هو حاسس كده ان الاكل بالليل بيزود الوزن بشكل مباشر. المخ هنا بيحاول يحافظ على الاتساق، مش مستعد أبدا يهدم فكرة قديمة بسهولة. لو جمعنا بقى كل اللي قلناه ده، هنلاقي إن المخ بيدور على تفسير بسرعة علشان يهرب من حالة عدم اليقين. التكرار والمجتمع بيثبتوا الأفكار جوه دماغنا، والعلم هو الطريقة الوحيدة اللي بتعتمد على دليل وتجربة قابلة للاختبار. وتغيير المعتقدات مش سهل أبدا، لأنه مرتبط بطريقة تفكير كاملة مش مجرد معلومة. فالمرة الجاية لما تلاقي نفسك مصدق فكرة مش عارف ليه حاسس إنها صح، اسأل نفسك سؤال بسيط: هل أنا مقتنع بيها فعلا؟ هل ده بسبب دليل ولا بسبب تكرار ولا رأي مجتمع أو هو مجرد إحساس؟ وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.